السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وعواشركم مبروكات تدخل عليكم بكل خير ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم او غنوجد معكم الصابلي كيجي زوين بزاف بزاف مقرمش وهشيش وسهل في التحضير ديالو. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله. بسم الله، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، غنضيف ليها واحد القريصه ديال الملحه. الزبده تكون خارجه من الثلاجه من قبل. وعندي واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيده، واحد الساشي ديال الفاني صافي. وغادي نخدم هاد المقادير مزيان حتى تدخل ليا، حتى تذوب ليا هذيك السكر سنيده وتولي هاد الخلطه هادي بحال شي كريمه. نخدموها مزيان مزيان. الصابلي هذه هي الخدمه ديالو، خصنا نذوبوا هذيك السكر سنيده. من بعد غنضيف واحد البيضه كبيره ولا جوج صغار على حسب. غادي نطربها وغنضيفها، غادي نعاود نخلط مزيان كيف كتشوفوا. غنضيف هنايا كاس لاروب ديال الزيت حتى هي، وغنخلط هاد المقادير مزيان مزيان. غنضيف كاس د العنبه ديال الكاوكاو اللي حمرته مزيان وطحنته، حتى هما غنخلطهم مزيان. ديما الصابلي خصو يتخدم الزبده مع السكر مع الزيت، هادو هما اللي خصهم يتخدموا مزيان باش يجينا الصابلي هشيش. من بعد غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا او دقيق الذره، غادي نخدمهم شويه بحال هكا. وغنبقى نضيف في الدقيق، غنضيف كاس بكاس. هنايا غنضيف الكاس الاول وغنخلط الدقيق حسب الخليط بشويه بشويه، كل واحد وشحال غادي يهز معاه. الكاس الثاني صافي. وانا كنخدم هذا الشيء مزيان. هنايا ضفت 3 ديال الكيسان غير بشويه بشويه الدقيق، وحنا كنجمعوا، ما غاديش نعلكوا العجينه، غير كنجمعوها. عندي هنا ساشي ديال الخماره، وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق. هزات ليا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق مع 2 معالق ديال النشا. صافي بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا العجينه خصها تجي بحال هكذا طريه، ما تكونش معلوكه، تخليوهاش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. غندوزو دابا نخليوها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا بحال هكذا صافي. وغندوزو نسرحوها فوق هاد البابي كويسون بحال هكذا، ديما نجبدو من الوسط باش يجينا الصابلي مقاد. وصافي غادي نجبدها مزيان كيف كتشوفوا، نسرح العجينه ديالي حتى غادي تاخذ الشكل اللي بغيت. ما غنرققهاش بزاف، غنخليها شويه. غادي نقطع غير بالكاس هكا، غير الكاس صغير غنبقى نقطع به، ما غتحتاجوا لا قطعه لا حتى شي حاجه، ساهله مهله دغيا كتصايب ودغيا كتوجد. صافي بعد ما قطعته كيف كتشوفوا هكا ديروا الشكل اللي بغيتو. غادي نبقى نهز بالحبه بالحبه، راه ساهل ما كيوقع له حتى حاجه. ما نقطعوه ما نرقوهش بزاف، نخليوه شويه غليظ صافي. وغادي نستفوه في اللاطه كيف كتشوفوا. الفران عندي راه سخون، ملي غندخل اللاطه غادي نقص ليه. هنايا غنخلط واحد الحبه ديال البيض وغادي ندهن ليه الوجيه ديالو غير واحد شويه. غنبقى ندهن بشويه بشويه كيف كتشوفوا. طربوا البيض مزيان باش ما يبقاش هكذاك باين صافي. بالنسبه للتزيين انا غنزينو باللوز افيلي، زينوه بالكاوكاو افيلي، كاوكاو مهرمش اللي بغيتو. التزيين كيبقى حسب الاختيار. صافي غندير عليه واحد الحبات بحال هكا، راه كيلصقوا مع البيض ما كيطيحوش. زينوه باللي بغيتو واللي متوفر عندنا في الدار. الفران كيف قلت لكم راه شاعل كيسخن، غادي نقص ليه مزيان وغندخل اللاطه ديالي على نار مهيله باش كيتحمر وكيتقرمش وكيجي زوين.
وهكا الصابلي ديالي ملي كيخرج من الفران كيجي على هذا الشكل هذا مقرمش وزوين وطايب على حقه وطريقه، ما كيجيش بيض، كيجي اللوين ديالو وهكا كيجي الصابلي كيف كتشوفوا زوين ومقرمش ومحمر على حقه وطريقه. الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وبسلام عليكم.